فمن المعلوم أن أبا حنيفة لما شمخ أبو يوسف بأنفه وأحس أنه قد تعلم علما فاتخذ لنفسه في المسجد حلقة وصار فيها شيخا. كان قبل يجلس بين يدي شيخه، ثم ذهبت نفسه صعدا فأحس أنه صار شيخا، فاعتزل في المسجد ناحية واتخذ لنفسه حلقة. وأتى إليه بعض طلاب العلم، ولكل ساقطة في الحي لاقطة، فإنه لو جلس أجهل أهل الأرض يعلم لاجتمع عليه قوم. هذا قديم في الناس. المهم أن أبا يوسف جلس يعلم. جاء أبو حنيفة فسأل عنه فقال: أين يعقوب؟ أين أبو يوسف؟ قالوا: صار شيخا، اتخذ لنفسه حلقة وتحلق حوله طلاب. فدعا بعض طلابه المقربين وقال: اذهب إليه فقل له على رأس الحلقة، على رؤوس الأشهاد، قل له: إني كنت قد دفعت ثوبا لي إلى قصار ليقصره. وهو الصبغ أو التقصير، وكان أبو أبي يوسف قصارا، وكان أبو يوسف ربما أعان والده في بعض عمله، فأتاه بمسألة من بابه ودخل عليه من كيسه فقال: قل له إني كنت قد دفعت ثوبا لي إلى قصار ليقصره. ثم مررت عليه وقد اتعدنا وقد تفاوضنا في الأجر واتفقنا، فمررت عليه فقلت: أقصرته؟ فقال: ما لك عندي من ثوب؟ وجحده. ثم مررت عليه بعد حين فناداني فقال: ائتني بالأجرة فقد قصرت الثوب. فهل يستحق الأجرة أو لا يستحقها؟ فإن قال يستحقها فقل أخطأ، وإن قال لا يستحقها فقل أخطأت، ثم أتني. وقف على الحلقة على رؤوس الأشهاد فقال: يا أبو يوسف، كيت وكيت وذيت وذيت وكان وصار، فما تقول؟ قال: يستحق الأجرة، أليس قد قصره؟ قال: أخطأ. قال: لا يستحقه، إما هذا وإما هذا. فقال: لا يستحقه. قال: أخطأت. ومضى فسبقه هو حتى كان بين يدي شيخه فقال: مسألة يا إمام. قال: قل. فأعاد عليه المسألة. قال: سبحان الله، والذي لا يحسن أن يجيب في مثل هذه المسألة يسند ظهره إلى عمود ويصير شيخا. إن كان قد قصره قبل أن يجحده فإنما قصره لك فهو يستحق الأجرة، وإن كان قصره بعد أن جحده فإنما قصره لنفسه فلا يستحق الأجرة. فلزمه